انا في كلب عضني، ما كنتش عارف هعمل ايه. هل اطهر الجرح وخلاص ولا في اجراء معين لازم اعمله؟ تعالوا اقول لكم قصتي مع عضة الكلب وعملت ايه ورحت فين ومين كمان الكلب اللي كان متسبب في المشكلة دي. هو ده المتهم، هو ده الكلب اللي عضني. الكلب ده صاحبي ليو، كلب منزلي ما بينزلش تقريبا الشارع خالص، وكمان حاصل على تطعيم السعار، ولكن عضني يعني كان بيلعب معايا وتسبب فيه سكراتش او خدش، وتسبب فيه ان حصل فيه ظهور دم خفيف. هل كنت اكتفي ان الكلب ده كلب منزلي وما اعملش اي اجراء، ولا لازم ان انا كنت اعمل اجراء؟ ليو انت ليه عملت كده؟ ليو اعترف قدام الناس. هحكي لكم هو ليه عمل كده وهحكي لكم انا عملت ايه، انتظروني. زي ما قلت لكم قبل كده ان الكلب بتاعي عضني، هو فعليا ما عضنيش، يعني ما حصلش هجوم، ولكن هو كان بيلعب معايا وتسبب ان هو عمل لي خدش بضوافره، ونتج عن الخدش ده دم خفيف. كنت في حيرة، هل اطهر الجرح وخلاص ولا لازم ان انا اتوجه لمكان معين؟ تعالوا احكي لكم القصة ايه اللي حصل. زي ما قلت لكم في احتمالية بسيطة جدا 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 ان الكلب بتاعي ممكن يكون كارير لمرض السعار، حتى لو هو مش مصاب بيه. الكلب بتاعي متطعم ضد السعار وما بينزلش الشارع كتير، ولكن هنفترض ان الكلب ده ممكن يكون انتقل له داء السعار نتيجة شيء او اخر. فانا اكيد مش هضحي بحياتي، لان مرض السعار ملوش علاج. يعني انت لو اصبت بداء السعار هو خلاص مفيش علاج، فلازم بنسبة 100% اي خدش يحصل لك سواء من كلب او من قطة او من اي حيوان لازم تتوجه لفين بقى؟ للوحدة البيطرية او مستشفى الحكومي القريبة منك وتسأل على مصل السعار. انا رحت لمستشفى اسمها مستشفى القاهرة الجديدة التخصصي في التجمع الخامس. قلت لهم انا اسمي احمد باهر. قالوا لي تمام، ايه اللي حصل؟ قلت لهم في كلب عضني. قالوا لي الكلب ده فين؟ قلت لهم ده الكلب المنزلي، ووريتهم السكراتش، وسالتهم هل محتاج ان انا اخد التطعيم؟ قالوا لي لازم تاخد التطعيم. قلت لهم معقوله ان الخدش ده يتسبب ان انا اصاب بالسعار؟ قالوا لي ده نسبه 90 ل 95% من مرض السعار بينتقل عن طريق الخدش. حتى لو الكلب كلب منزلي انت ما ينفعش تخاطر بحياتك، لان مرض السعار للاسف ملوش علاج. طيب ايه اللي حصل؟ قلت لهم انا اتعضيت. فقالوا لي خلاص احنا هناخد 5 جرعات من تحصين السعار. الجرعة الاولى بيسموها اليوم 0، اول جرعة تسمى اليوم 0. الجرعة التانية بعديها ب3 ايام. الجرعة اللي بعد كده بعد الجرعة التانية ب4 ايام. بعد كده بعديها ب7 ايام. بعد كده بعديها ب14 يوم. فانت كل اللي مطلوب منك انك لو حصل لك اي خدش او جرح سواء من كلب شارع او من كلب منزلي تتوجه لاي مستشفى حكومي قريبه منك. ممكن مستشفى القاهره الجديده التخصصي في التجمع الخامس، ممكن مستشفى التامين الصحي في الحي السابع في مدينه نصر، ممكن المصل واللقاح في الدقي. تقول لهم انا اتعضيت، هيدوك الكارت الجميل ده، مش هياخدوا منك اي فلوس، التطعيم مجانا، وهم 5 حقن. لو انت فرد بالغ هتاخد الحقنه في الكتف، لو انت طفل صغير هتاخد الحقنه في الفخذ من الامام. مفيش اي بين، مفيش اي وجع هتحس بيه. كل اللي هيحصل ان انت هتروح وتاخد الكارت الجميل وتاخد التطعيم وتحمي نفسك. طيب المفترض اخد الحقنه دي بعد قد ايه من تاريخ العقر او العض او الخدش؟ بحد اقصى 72 ساعه من الوقت اللي انت اتعضيت او اتخدشت بيه. بعد 72 ساعه للاسف الموضوع هيبقى صعب. طب انا اتعضيت دلوقتي، ايه اللي المفترض اعمله؟ هتخش الحمام، تفتح الحنفيه وتحط ايدك تحت الميه لمده 15 دقيقه. ممنوع تماما انت تحط ميكروكروم، ممنوع تستخدم اي مطهرات، ممنوع كمان انت تحاول تنظف الجرح بنفسك او تشيل اي جلد او اي حواف للجرح، ممنوع تماما. وبعد ال 15 دقيقه اتوجه المستشفى وخد التطعيم بتاعك، وكده انت محمي لمدة 5 سنوات. طب انت لو اتعضيت تاني خلال ال5 سنوات هل محتاج اخد ال5 حقن مرة اخرى؟ لا، بتاخد حقنتين تنشيطيتين فقط لا غير، مش 5، وانت كده تبقى حامي نفسك. فلو انت اتعضيت، ابنك او بنتك اتعض، حتى لو من كلبك المنزلي، توجه للمستشفى، مش تدفع اي فلوس، احمي نفسك وتطمن على نفسك ضد مرض السعار الخطير. كان معاكم احمد باهر. لو لكم اي اسئلة اكتبوها في الكومنتات. شكرا لكم، سلام عليكم.